يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة أنا بعتبرها كده مش واخدة حقها بصراحة، مش عارفة ليه، رغم إن هي بتكون بسيطة وسهلة وكمان طعمها حلو ومختلف. والأحلى بقى إن الأولاد كلهم بيحبوها جدا. ممكن تعملها لهم بقى كنوع من أنواع التغيير، وممكن تكون اقتصادية شوية يعني عن إنك تشتري الفرخة كاملة، فهيكون حلو جدا لو عملتيها للأولاد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الأجنحة المقلية بتتبيلة بسيطة جدا من غير ما نستخدم ولا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا لبن رايب ولا أي حاجة من دي خالص. هنتبلها بقى بشويه دقيق وميه وشويه توابل كده حلوين، وكمان مش هنستخدم بقى ولا بقسماط ولا فيجيتار ولا كورن فليكس ولا الكلام ده خالص. بس اوعدك ان هي هتطلع معاكي في الاخر طعمها حلو جدا، والكراست بتاعها مقرمش كده زي ما انتم شايفين، ومستويه جدا من جوه من غير ما نسلقها ولا اي حاجه. يلا بقى نشوف الاجنحه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. وعلشان احضر التتبيله استخدمت كوبايه الا ربع من الدقيق، الملح طبعا حسب الرغبه، ومعلقه كبيره من توابل الفراخ، معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا، ويا ريت تكون مدخنه، وجنزبيل بودر وفلفل اسود وكاري وشطه حمراء. والشطه دي طبعا حسب الرغبه، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون وربع معلقه صغيره من لون الزعفران، بيفرق جدا في لون الاجنحه. وبعد ما اقلب التوابل مع الدقيق هنزل عليهم بكوبايه من الميه، بس يا ريت تنزلي بيها تدريجيا كده لغايه لما توصلي بقوام العجينه يكون مش تقيل قوي زي اللي انت شايفاه قدامك ده، وكمان مش خفيف قوي يكون زي الميه كده. انا هنا لقيت قوام العجينه تقيل شويه فخففته بشويه ميه، يعني انا استخدمت كوبايه من الميه ممكن وعليها معلقه كبيره. وبعدين هحط معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم وشويه كده من الهوت صوص، طبعا ده اختياري، بس على فكره هي ما كانتش سبايسي خالص، هي بس كانت حرشه شويه. ومعلقه كبيره او معلقتين كده من دبس الرمان، وكمان معلقه كبيره او معلقتين كده من الباربيكيو صوص. ويا سلام بقى كمان لو انت عندك صويا صوص وتحطي منها معلقتين 3 كده بتخليها حلوه جدا، بس انا للاسف ما كانش عندي. واخر حاجه كده هحط معلقتين كبار من عصير الليمون، وهقلب بقى الخليط ده كويس جدا. والتتبيله اللي انا حضرتها دي هتكفي لغايه كيلو ونص من الاجنحه. هتقولوا لي طب ايه اللي على الاجنحه ده؟ هقول لكم لان الاجنحه دي انا كنت جايباها على اساس ان انا كنت هعملها على صينيه بطاطس زي ما عملتها معاكم قبل كده، فكنت متبلاها كده بميه بصل وطماطميه صغيره وشويه ملح وشويه فلفل صغيرين. بس للاسف بقى الاولاد رجعوا في كلامهم وقالوا لي لا احنا عايزينها مقليه، فقلت ايه يعني اكيد مش هتقول لا. المهم يعني بعد ما تبلتها في التتبيله دي هحطها بقى في التلاجة، ويا ريت لو قبل بليله علشان كل ما بتسيبيها في التتبيله كل ما بتبقى احلى. وهنا بقى خليط التغطيه كان عباره عن كوبايه وربع من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا، وحطيت عليهم من نفس التوابل البودر اللي انا حطيتها مع التتبيله، بس يا ريت لو تقللي منها شويه، يعني تستخدمي النص من الكميات دي. ولما تيجي بقى تقلبي الاجنحه دي في الدقيق طبعا مش هتضغطي عليها زي البانيه، لا انت هتقلبيها كده في الدقيق، او زي ما بنقول يعني تحرجها في الدقيق. المهم ان علشان الاجنحه تعمل معاكي التموجات اللي احنا كلنا بنحبها ويطلع معاكي الكراست مقرمش في الاخر، فلازم كل شويه كده وانت بتقلبيها في الدقيق هتشيليها وتنفضيها من الدقيق وترجعي تحطيها تاني وتنفضيها وهكذا. وقرري بقى الموضوع ده يعني 4-5 مرات كده، كل ما تشيليها من الدقيق وتنفضيها وترجعي تحطيها تاني وتكرري الموضوع ده كذا مره. هي الحركه دي اللي بتعمل التموجات اللي بتكون موجوده وبنحبها في الكراست بتاع الفراخ المقرمشه عموما يعني، وهو ده اللي بيخليها مقرمشه في الاخر. لو انت بقى من عشاق ان الكراست ده يكون مقرمش قوي وكتير يعني كده وسمين، فممكن بقى بعد ما تقلبي الاجنحه دي شويه في الدقيق كده وتعملي الخطوات اللي احنا قلنا عليها، هتخلي جنبك كده ميه فيها تلج. بعد ما تقلبي الجناح في الدقيق هتنزليه في الميه المتلجه دي وتشيليه على طول وترجعي تحطيه تاني في الدقيق، هو ده اللي بيعمل معاكي كراست يكون تقيل ومقرمش اكتر. وممكن تكرري الخطوه دي كذا مره لو انت من عشاق الكراست التقيل والمقرمش. هتنزلي بقى بالاجنحه دي على زيت سخن بس على نار متوسطه، والزيت يكون مش غزير قوي يعني. المهم انك اول ما تنزلي بالاجنحه بلاش تلمسيها خالص لغايه لما الجنب ده ياخد لون، وبعدين ترجعي تقلبيها على الجنب التاني. ويا ريت لو انت حجم الاجنحه بتاعتك كبير شويه يا ريت تشرحيها كده قبل ما تتبليها علشان ما تاخدش معاكي وقت في التسويه، وكمان تضمني ان هي تستوي بشكل كويس. اهم حاجه ان الزيت يكون سخن بس على نار متوسطه، لان لو النار عاليه الاجنحه هتاخد لون من غير ما تستوي من جوه، ولو النار هاديه قوي الاجنحه هتاخد معاكي وقت وكمان هتشرب زيت، فانسب حل ان النار تكون متوسطه. وكمان علشان تحافظي على القرمشه يا ريت الاجنحه بعد ما بتخرج من الزيت ما تحطهاش على مناديل مطبخ، هتطلعيها على شبكه او على راك علشان تكون مقرمشه، وكمان تصفي الزيت اللي فيها، لان لو طلعتيها على مناديل مطبخ هتشرب زيت، وكمان الكراست بتاعها ده هيطرى ومش هيكون مقرمش خالص. وبس كده يا ستي، بتتبيله بسيطه جدا مع شويه توابل حضرنا احلى اجنحه بجد ممكن تعمليها للاولاد، صدقيني بيحبوها جدا، وهتكون بالنسبه لهم كده عملت لهم حاجه مختلفه وطعمها حلو وبيحبوها. والحلو كمان في الاجنحه ان هي بتعمل كميه كبيره، انا بالنسبه لي كده اقتصاديه شويه عن انك تستخدمي فراخ كامله يعني. ممكن بقى تعملي جنبها مكرونه بالصوص الاحمر، ممكن تعملي جنبها اي سلطات بقى انتوا بتحبوها، كول سلو او حتى سلطه خضراء مع بطاطس بقى محمره مع كوبايه بيبسي
بيبسي كده، وهتكوني عملت لهم احلى غدا، وصدقيني هيكونوا مبسوطين بيه جدا، وكأنك كده وديتيهم كنتاكي مثلا. والاجنحه كانت مستويه جدا من جوه من غير ما نسلقها ولا اي حاجه. وانا بنفس الطريقه دي قبل كده عملت معاكم الفراخ الكامله وقطعناها مع بعض وعملناها بنفس التتبيله، وطلعت برده مقرمشه ومستويه وحلوه جدا بتتبيله بسيطه ومن غير ما نستخدم برده ولا لبن ولا زبادي ولا رايب ولا اي حاجه من دي خالص. ويلا كده الفيديو بتاعنا خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظوه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.